بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أصحابي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. معكم محمد شيتوس من برنامج الكرة مع شيتوس. النهاردة حابين نتكلم عن الأستاذ الإعلامي اللي مفيش زيه اتنين. بيقولوا في مصر اللي مفيش زيه اتنين، الإعلامي اللي دايما بيقولوا عليه شرشر، الإعلامي اللي كان ليه سابقة مع حريم، الإعلامي اللي دايما بيعارض وبيجيب سيرة الزمالك وبيقعد يتكلم عن الزمالك وجايب سيرة الزمالك في حاجات أصلا ملوش هو فيها. أنا كزملكاوي طالع النهاردة وأنا عارف إن أنا عندي بكرة ماتش مهم ما بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر. نهائي كأس مصر البطولة اللي هي مش عاجباه، تمام، اللي واقف هنا وعمال يعمل لي كده اهوت وعمال يعمل لي كده اهوت وعمال يتريق، تمام، على الزمالك ويقول لك ايه يعني يبقوا احبه، يبقوا مش عارف ايه، تمام. يا عم وانت مين اصلا عشان تدعم نادي الزمالك؟ ما يدعم انت ولا غيرك يعرف يدعم نادي الزمالك. اللي يدعم نادي الزمالك اللي زيي وجمهور نادي الزمالك، اللي انت ما تعرفوش ان نادي الزمالك وراه شعب وكيان وجمهور كبير يقدر يحارب زيك واللي امثالك واللي يجيب سيره نادي الزمالك. اذا ما كانش الرئيس نادي الزمالك قوي وراجل زي، هنرجع برضو ونقول الاسد اللي هو مرتضى منصور اللي كان مخليك تنام في البيت ما تظهرش في الاعلام، اللي كان مخليك ما تقدرش تجيب اسم نادي الزمالك، تمام. وده يثبت لي ان انت جبان، عشان انت في قناه نادي الاهلي ونادي طبعا كبير ومحدش يقدر يتكلم ونادي عظيم بجمهوره اللي هم زمايلي وحبايبي اللي احنا بنقعد مع بعض على القهوه. هم بيشجعوا فريق وانا بشجع فريق، ففي منافسه ما بيننا وما بين بعض، وهو بيقول لي على طريقه اللعب وانا بقول له على طريقه اللعب، وبنقعد نتكلم احنا احسن وهم احسن، مفيش اي مشكله ومفيش اي حد يقدر يوقعنا ما بين بعض. بس الاعلام دوت بيعمل مشاكل ما بين الجمهور مع بعضهم. فانا حابب اقول له تمام، ما تدخلش نادي الزمالك في اي كلام انت يخصك. هو اي واحد عايز يعمل مشاهدات، عايز يعمل اي حاجه، تمام، يدخل نادي الزمالك في جمله مفيده من عنده، تمام. انت يا عم انت ازاي، انت مين اصلا عشان خاطر، تمام، تقف جنب نادي الزمالك او تدعمه او يعني في ماتش زي بتاع بكره دوت انت ازاي تدعم نادي الزمالك؟ انت ما بتدعمش نادي الزمالك، انت بتتكلم في حاجات غريبه اصلا. يعني انا مش فاهم انت فين مخك، يعني انت مخك فين؟ عمال تقول لي ماشي لي كده اهوت، تقول لي مباراه طبيه، لا دي مباراه طيبه، تمام، حبيبه، وديه، ده نهائي كاس مصر يا باشا، ولا انت ناسي ولا ايه؟ ده كاس مصر، تمام، حاجه بتشرف مصر وباسم مصر، تمام. وانت خدته كذا مره قبل كده واحتفلت بيه وعملت حفله وعملت بوليكا وحققنا الثلاثيه وحققنا الرباعيه، تمام. وجاي في ماتش مهم زي بكره لنادي الزمالك، تمام، تقول لي جميله وذات روح رياضيه، مباراه تكريميه. هي اللي مباراه تكريميه؟ انا مش فاهم يعني. خلي في علمك اذا كنت انت بتتكلم عشان يعني تضايقنا او تنرفزنا، لا احنا ما بنتضايقش. احنا وقفنا جنب بيراميدز وانتوا برضو وقفتوا جنب بيراميدز، اللي الساد كان معظمه اهلاويه، تمام، ومعظمه زملكاويه وبيساندوا فريق مصري يلعب على لقب قاري، يعني بطوله افريقيا، ان هي بطوله افريقيا. الناس دي لو راحت ساندته سواء اذا كانت خدت مقابل او سواء اذا كانت كده، تمام، كله في الاول والاخر عشان شكل مصر يطلع في نهائي بطوله افريقيا كويس. انا حابب برضو ان احنا كلنا نسمع الكابتن الكبير اللي يعني ملوش مثيل، اللي يقعد يقول لك هم طلعوا عليه لقب فيروس الكره المصريه، اتوقف كذا مره وليه علاقات مشبوهه وليه مش عارف ايه والكلام ده كله. كل ده احنا مش بنقوله من عندنا، الكلام ده كله بنسمعه في التلفزيون وبنسمعه من رموز نادي الاهلي ذات نفسها، فاحنا بنقوله على لسانتهم هم، فاهمني؟ فاحنا حابين النهارده نسمع الفيديو دوت قبل مباراه نهائيه لكاس مصر. الكابتن الكبير قوي قال ايه؟ تعالوا مع بعض نسمع قال ايه ونرجع تاني. خلاص بنهاية كأس مصر اللي هو 5/6 اللي هو بكرة، نتمناها مباراة طبية طبية ايه؟ نتمناها مباراة حبية ودية جميلة ذات روح رياضية، خاصة مع العلاقة الجميلة الرائعة
والمحبة الغير عادية التي تسود العلاقة ما بين التي تسود بين الزمالك ونادي بيراميدز. فأنا أعتقد أنها هتكون مباراة يعني أشبه بالمباريات التكريمية لكرة القدم المصرية إن شاء الله. عموما يا ريت لو انت اول مره تتابعني واول مره تشوف الفيديو دوت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وفولو، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.